أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للجميع الأخوان، تحية لجميع المتتبعين والمتتبعات اللي دائما مواكبين معنا الجديد. المهم الأخوان، جيت كنروي الشاعر المستنبت، وقلت نشارك معكم هذا الفيديو لأن بزاف ديال الأخوان يعني كنت شاركت واحد الفيديو على الشاعر المستنبت، وبزاف الأخوان طلبوا مني باش نعاود معاهم الفيديو باش يستافدوا بزاف ديال المعلومات. واليوم الاخوان في الفيديو ان شاء الله يا ربي غنشارك معكم يعني الطريقه الاستنباط والمنافع الشائر المستنبت بالنسبه للدجاج كيفاش كيرفع المناعه ديال الدجاج الاخوان، وشنو الدور ديالو بالنسبه للدجاج. راه مهم ومهم جدا الاخوان. الاعلاف الخضراء راه مهمه جدا بالنسبه لاي المواشي، الدجاج، اي حاجه كترفع المناعه وغنيه بروتين. المهم تبعوا الفيديو الاخوان حتى الاخر، وما نساوناش بلي لايك وبارطاجي الفيديو، وغنشاركوا معكم حتى التقنيات اللي باغي يدير الشاعر المستنبت، الغرف عاديه بالنسبه للاستنبات ان شاء الله يا ربي. ما ننساوش بارطاجيو الفيديو الاخوان تشجيعا لنا وباش كتوصل المعلومه لجميع الاخوان. راه كاين بزاف ديال الاخوان كيعانيو من المشكل ديال الاعلاف، مع الغلاء ديال الاعلاف الاخوان يعني في مؤخرا. ضروري خصك تستعمل الاعلاف البديله وتكون غنيه بروتين ومفيده للدجاج او المواشي او اي حاجه. بزاف ديال الاخوان كيسولوني واش كتصلح الاغنام، الابقار، الارانب. راه كتصلح من اي حيوان ومن اي طائر الاخوان. مكمل غذائي جيد وكيطيح باقل تكلفه. المهم الاخوان، اللي لايك ديالكم وبارطاج والتعليقات ديالكم، اللي عنده شي سؤال يخليه لنا في التعليق باش ملي كنجاوب في التعليق كيستافد من التعليق بزاف ديال الاخوان من الجواب. كاين بزاف ديال الاخوان كيكون عندهم نفس السؤال وكيدخل التعليق كيصيب الجواب اللي باغي هو. وتحياتي للجميع وتبعوا الفيديو الاخير. المهم الاخوان، على بركه الله نبداو الفيديو. كنتمنى من الاخوان يعني اهم حاجه ركز على الصوت، على المعلومات اللي غنقول لك، اللي غديرها في غنبدا معكم باول تجربه بالطريقه الاستنباط من الشاعر من البدايه الاخوان. غنبدا معكم من البدايه. الشرح ما نوريك انا كيفاش تغسل الشعير او الطريقه كذا، غنشرح لك بالهضره عادي، وانت خصك تصنت وتاخذ المعلومه صحيحه باش تكون معك الطريقه ناجحه. راه كاين بزاف ديال الاخوان درت فيديو كاين اللي استافد المعلومه ونجحت له الطريقه يعني خدا المعلومه صحيحه، وكاين بعض الاخوان كيزيدوا الفيديو ما كياخذوش المعلومه صحيحه. كنتمنى الاخوان ما تزيدوش الفيديو، تفرجوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش توصلك المعلومه كامله. المهم الاخوان، اول طريقه دابا هذا الشاعر عنده 24 ساعة، تقريبا نقول 30 ساعة. دابا 24 ساعة كنحيد له الثوب اللي كيكون مغطي به. هذا الاخوان راه مازال في الاستنبات كما كتشوفوا. اول طريقه الاخوان كديرها راه باينه، راه انا شاركت معاهم فيديو، كاين الاخوان اللي تفرجوا الفيديو. اول حاجه كتجيب الحبوب ديال الشعير، كتغسل الشعير من واحد جوج غسلات بالماء عادي، ومن بعد الغسله الثالثه كتغسلو بجافيل ولا كلور، واغلبيه الاخوان عندهم جافيل يعني غسل بجافيل. كدير واحد السطال او لا اناء اللي كبير او كدير فيه الحبوب ديال الشعير، وكتغسل ديك الحبوب جوج غسلات بالماء عادي، والغسله الثالثه معقم اللي هو جافيل. كدير واحد النص كاس ديال الجافيل مع الماء وكتغسل الغسله الثالثه. من بعد الاخوان كتصفي ديك الماء عن الحبوب ديال الشعير عادي، وكتضيف لهم الماء عادي، وكتخليه في نفس الاناء مغمورين في المياه لمده ديال 24 ساعه. من بعد الاخوان كتجوز 24 ساعه مغمور في المياه، كتخوي عنه ديك الماء وكتخليه عادي بدون ماء في نفس الاناء، وكتغطاه بواحد الثوب ديك الحبوب وبواحد الثوب مبلل. وديك الثوب ضروري الاخوان كترجع دير له ترش على المياه كل 6 سوايع باش ما كينشفش، كيبقى ديما مبلل. ومن بعد الاخوان 24 ساعه الثانيه ملي كيتم فيها هذه العمليه هذه، كيتم الخروج النبته من الحبه. من بعد الاخوان ما كتخرج النبته من الحبه كنديروه في البلاطوات بحال هكا او شباكي كما كتشوفوا معنا. هذا الاخوان يلاه دابا في 24 ساعه ديال الاستنبات مدير له في بلاطو.
في الليل غيكمل مع شي 7 العشيه غيكمل 24 ساعه ديالو. غنحيدوا له هاد الثوب هذا، غديروه بهذا الشكل هذا الاخوان في بلاطوات بهذا الشكل هذا، وغتغطيوه حتى هو بواحد الثوب بحال الشكل هكذا، بحال الشكل هكا، اي ثوب كما كان نوعو، كتغطي به البلاطو ديك البلاطو. وديك البلاطو الاخوان كترجع ديك الشاعر كترجع كل 6 سوايع كترش على المياه على الثوب باش الثوب دائما كيبقى مبلل حتى كينبت الشاعر. شوفوا الاخوان الشاعر غادي يخرج من الثوب كما كتشوفوا، الشاعر غادي يخرج الاخوان. هذا الاخوان عنده دابا تقريبا يعني واحد 20 ساعه في اللي باقي له شي 4 سوايع، وغنحيدوا له هاد الثوب هذايا وغيولي عادي. هذا الاخوان كما كتشوفوا هذا راه دابا عنده اكثر من تقريبا شي 30 ساعه ولا اكثر، شي 30 ساعه. يعني حيدنا له الثوب ل 24 ساعه، دابا راه ولا فيه تقريبا شي 3 سنتيمتر. كاين بعض الحبه اللي ولا فيها 3 سنتيمتر كما كتشوفوا. اللهم بارك. ومن بعد الاخوان لما كتحيد الثوب هذايا من عند البلاطو كيولي غاي كل 6 سوايع، ايضا دائما غاي كل 6 سوايع، يعني بهذه الطريقه هذه. والشاعر كيكبر حتى يولي لنا بهذا الحجم هذايا على 6 ايام او 7 ايام. المهم الاخوان اللي كيسولوني، انا كنخدم بالاضاءه حتى هي الاخوان. الاضاءه شنو الدور ديالها؟ هي كتسرع النمو، يعني كيكبر بالليل والنهار. بالنسبه للنهار كنستعن بالاضاءه الخارجيه ديال الشمس. وبالنسبه للاخوان اللي كيسولوني على واش يمكن لي نديرو في برا، يعني في المنطقه، يعني في الخارج الهواء الطلق. بالنسبه للاخوان من الشعير المستنبت راه ما كيحتاجش يعني يكون في الاشعه ديريكت، يعني يكون الاضاءه جيده ولكن يكون في شي مكان يعني ما كتضربش فيه الشمس ديريكت. يعني كل الاضاءه مثلا يعني من طريق بحال هكا، او لا يعني دير الاضاءه بالبوالي كما كتشوفوا الاخوان. وانا داير على الغرفه الاخوان كنستعن حتى بالسخان، يعني بالنسبه لليل كندير له تقريبا 28 درجه 30 درجه ديال الحراره باش كتكون النمو جيد. بالنسبه لهذا الاخوان من دابا واحد 5 ايام غيكون بحال هدايا ان شاء الله يا ربي كما كتشوفوا معنا. بالنسبه للغرفه الاخوان كما كتشوفوا يمكن لك دير ليطاج اللي بغيت، كدير ليطاج اللي بغيت، كدير ليطاج. والطاج التحتاني مره كدير له واحد الزنق يعني، او شي طوله اللي تكون ما كتسربش من المياه كما كتشوفوا الاخوان. دابا انا ما كنروي من هنايا كما كتشوفوا غنشارك معكم. دابا الاخوان كما كتشوفوا انا عشان غندير عين الشاعر هذا اللي في الطاج الفوق. كندير عند الطاج اللي الفوق كيروح حتى الشاعر اللي لتحت، ولكن الطاج التحتاني مره يعني ما كتسربش منه المياه، كيمشي الماء مباشره للطوله للزنق. وداير له واحد القادوس اللي هنايا وكيجيب لنا المياه مباشره للاناء، وكنبقاو نستغلوا نفس الاناء. بالنسبه للبلاطوات الاخوان كاين بلاطوات اللي كيكونوا مجعبين من التحت، يعني عندهم ثقوب من التحت، راه كنديروا لهم واحد الميكا بلاستيكيه من التحت وكنديروا فيها الثقوب باش ما كيطيحناش الحبوب ديال البذور ديال الشعير من ديك الثقوب. وضروري الاخوان كدير الثقوب في الميكا بلاستيكيه اللي كتكون في وسط البلاطو باش المياه راه ما خصوش يبقى محضن يعني في المكان ديال البلاطو. الشعير ضروري المياه ملي تكب بحال هكا تكون كتسرب المياه من الاخر باش ما ديرناش التعفن يعني في الجذور ديال الشعير. بالنسبه للجذور الاخوان غنشوفوا الجذور. بالنسبه للجذور الاخوان كما كتشوفوا بدون تراب، والجذور يعني نقيه 100%. المهم الاخوان الفيديو هذا درتو باش راه بزاف ديال الاخوان طلبوا مني
وكنتمنى من الاخوان يعني، لان الشعير الاخوان غنهضروا على الشعير المستنبت على الفوائد ديالو الدجاج. بالنسبه للاعلاف الخضراء الاخوان، كتقوي المناعه في الجهاز الهضمي ديال الدجاج، وغنيه بروتين وبزاف ديال المنافع بالنسبه للدجاج، وكتكون والدجاج فواحد الصحه جيده. وبالنسبه للانتاجيه ديال البيض الاخوان، بالنسبه للاعلاف الخضراء، اللي الاخوان اللي متتبعين ديالي راهم عارفين طريقه الخدمه ديالي، انايا كنخدم يعني ب 50% من الاعلاف الخضراء. 50%. لا لاحظتوا الاخوان في اليوم الرابع ما كتكونش امراض كثيره. وعلاش في يوم الصيف، في الايام الصيف والخريف كتكون واحد الامراض اللي هي كثيره، اللي كيكون الاخوان الامراض اللي كيكون يعني الدجاج عنده المناعه ضعيفه. كيكون الاعلاف الاخوان كيستعملوا الاعلاف ما كاينش اعلاف متكامله. كيكون الدجاج عنده المناعه ضعيفه وكيلتقط اي امراض، وكتكون واحد الامراض كتشد فيها الامراض كثيره، وهذا هو السبب ضعف المناعه من الاكل الاخوان. الدجاج ضروري خصك توفر له، او للحيوانات او للاغنام او للارانب، ضروري خصك الخضره في الاعلاف بنسبه 50% على الاقل. وبالنسبه للاخوان يعني كيلو ديال الشعير كيعطينا 8 كيلو ديال الشعير المستنبت. كيوفر لنا كيطيح لنا الاعلاف بارخص تكلفه، وزائد الاخوان غنيه بجميع المواد اللي كيحتاجها الدجاج، غنيه بالكالسيوم، الحديد، البروتين. الاعلاف متكامله بالنسبه للدجاج. وتحياتي للجميع الاخوان. الغرفه كما قلت لكم هي هذه بالنسبه للاخوان، دير فيها ليطاج اللي بغيت، وما كتاخذش عناء، لان عليك عندك حتى 14 او 15 14 ولا 15 الاخوان. كنروي طاج واحد كيكون الشباك متقابله مع بعضياتها، كنروي اي مكان، يعني كيهبط الماء كيتسرب على المكان كامل كما كتشوفوا. في الاول الاخوان كنت مازال ما درتش هذه الطريقه هذه، كنت كندير راي بهذا البومبا باش ما كنستهلكش الماء بزاف، وما كيكونش كيديرنا شي واحد التخمر يعني في المكان اللي كنديروا فيه السنبات، ما يكونش واحد الماء كيهراق وكيدير لنا الفزاق. هذه الطريقه الاخوان يعني ناجحه 100%. كما كتشوفوا ما كتضيع حتى قطره الماء، والماء اللي كيرجع للمكان ديالو، يمكن لك تعاود تروي بها عاوتاني. وتحياتي للجميع، والله يسر الجميع. وكنتمنى الاخوان اللي يخليو لنا التعاليق ديالهم يخليوهم لنا في الكومنتيرات، يخليونا التعليق ديالهم باش اللي كنجاوبوا على التعليق كيستافد منه بزاف ديال الاخوان. وبارطاج الاخوان، راه كنحاولوا ما امكن وكنضربوا مجهود باش نشاركوا معكم ديما الجديد ونوصل لكم يعني المعلومه باش تزيدوا القدام. وتحياتي للجميع، والله يسر الجميع.